ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تبقوا بخير، وحشتوني جدا. النهارده هتكلم معاكم على اعلان واغنيه عمرو دياب الجديده، اغنيه شكرا من هنا لبكره، واعلان فودافون لسه نازل كده من شويه. يلا بينا. اغنيه واعلان فودافون لعمرو دياب، واغنيه شكرا من هنا لبكره. الاغنيه من كلمات نصر الدين ناجي، ومن الحان عزيز الشافعي، ومن توزيع اسامه الهندي. دي الاعلانات اللي فعلا يا جماعه ممكن ان انت تشوفها مختلفه، وفعلا فكره جامده جدا. والموضوع اللي قدمه عمرو دياب كان موضوع مختلف، يعني الموضوع بيتكلم على كذا حاجه، اللي مراته ممكن تكون سندته في حياته ووقفت جنبه لغايه لما هو بقى حاجه، واللي مثلا صاحبه دايما معاه في كل حاجه بيفكر فيها. كل المواضيع اتجمعت في اغنيه واحده. انا شايف ان الاغنيه دي من الاغاني اللي قويه جدا في رمضان، والاعلان ده بالنسبه لي في الترتيب هو رقم واحد. يعني الاعلان ده يا جماعه من اقوى الاعلانات في رمضان. عمرو دياب يا جماعه محليها جدا، سواء بقى بصوته او بالكلمات اللي اتعملت. انا نصر الدين ناجي اول مره اسمع عنه، ما اعرفش ان هو كتب لعمرو قبل كده، ان انا دايما بتابع كل حاجه اول باول. تقريبا ما حصلش تعاون قبل كده، اول مره اسمع اسمه اصلا في عمل. لكن بصراحه عامل كلمات تقيله جدا. وبجد يا جماعه هي مواضيع مش موضوع، يعني كلها مواضيع في موضوع واحد. عامل بشكل جميل جدا. اللحن كان حلو جدا مع عزيز الشافعي. عزيز الشافعي يا جماعه مسيطر على نص اعلانات مصر السنه دي. التوزيع طبعا يا جماعه يعني اسامه الهندي عامل اغلبيه شغل عمرو دياب ومحمد منير. اسامه الهندي من الموزعين تقال جدا، شغالين معاه من زمان هو وعمرو دياب. منير طبعا. فالاعلان هو يا جماعه فكرته كله حلوه طبعا، ده غير ظهور محمد صلاح في اخر الاعلان مع اسرته. بصراحه كانت فكره حلوه جدا، وكانت لايقه جدا مع المقطع بتاع الاغنيه الاخيره اللي كان محطوط قوي جدا. الاغنيه كانت عجباني جدا، الفكره كلها كانت حلوه. الاغنيه يا جماعه تقيله ما فيهاش بصراحه غلطه. التوزيع اتعمل بشكل قوي جدا. اسامه الهندي التوزيعات اللي دايما معودنا عليها مع عمرو دياب. الجو والاجواء بتاعت الاعلان والفكره كلها اتعملت بشكل حلو قوي. وكان من الاعلانات اللي كانت دايما لافته انتباه الناس جدا في رمضان، وانا واحد منهم. يعني انا كنت دايما مستغرب الاعلان ازاي يجمع يعني عمرو دياب بيغني بصوته ومحمد صلاح يظهر في الاخر. فانتوا كده مش عايزين حاجه تانية السنه دي في رمضان. بالنسبه لي في الترتيب رقم واحد ومن اقوى الاعلانات السنه دي. وانا حبيت اشارككم رايي واقول لكم برده كل مقطع متركب الموقف بالظبط او الحدث بالظبط. يعني الاعلان كله انا شايف ان هو من اقوى اعلانات فودافون او من اقوى الاعلانات السنه دي. هو تفوق على الاعلانات الثانيه رمضان 2023. وانا عايز اعرف لكم في الكومنتات، قولوا لي الاغنيه كانت عاجباكم ولا ما كانتش قد كده. اقوى حاجه فيها الكلمات والتوزيع. اللحن عزيز الشافعي كان معمول بشكل كويس جدا، برضه اللحن كان معمول بشكل قوي جدا. انا برضه مش هنسى حاجه زي كده، بس الكلمات هي اللي كانت برضه معلمه معايا اكتر، هي والتوزيع. لو رجعنا لورا شويه وافتكرنا السنه اللي فاتت في رمضان، برضه كان عمرو دياب عامل اعلان لفودافون، كان اغنيه اللي بينا حياه. اللحن يا جماعه برضه حاسس ان هو قريب شويه، او حاسس ان في تقارب شويه ما بين الاعلانين دول. مش كفكره كاغنيه، حاسس ان في تقارب شويه. وبرضه اللي يحس بالفرق ده يقول لي في الكومنتات تحت. بس كان في شبه ملحوظ شويه ما بين الاغنيتين. ده اللي كان عندي النهارده. انا لسه جديد بتشوف، نشترك وفعل زر الجرس واعملوا لايك عشان كان في محتوى قدام اكتر واكتر. وشرف كل مكان لكل اصحاب قناه، ما تنسوش. اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. شكرا.